هاي ماي فلاورز ام باك. في هذا الفيديو كيف ما شفتوا في العنوان غادي نعطيكم بعض النصائح باش تدخلوا العام الدراسي ديالكم وتدوزوه بخير وعلى خير. كيف ما عارفين القرايه ما بقى ليها والو، فداكشي علاش قلت غندير لكم هذا الفيديو. غادي نهضر معكم شويه، غنهضر مع البنات حتى الدراري الا بغاو يسمعوا. دونك هادو نصائح ابار على القرايه، كيفاش تقراو كيفاش تجيبوا دي نوت مزيانين. من غير داكشي غادي نهضر عليه في فيديو اخر، ولكن في هذا الفيديو بالضبط غادي نهضر لكم على الصحابات اللي كنقدروا نديروا في المدرسه. دونك غادي نعطيكم انواع ديال الصحابات اللي تفاداوهم في المدرسه اولا في لافاك على حسب فاش كتقراي. دونك داخل العام جديد غتلاقي مع ناس جداد، دونك كاينين بعض الانواع خاصكيش تعاشري معاهم باش دوزوا العام ديالكم بخير وعلى خير وباش تكونوا متفوقين حتى في قرايتكم. اول نوع غادي نهضر عليه هو داك النوع اللي القرايه عنده زايده ناقصه. دونك كيبينها لكم من الاول ديجا مع كتدخلوا كيكون باين ليك ديجا كيكونوا جالسين اللور. فهاد النوع بالضبط غادي ياثر عليك وغادي يقدر يجرك لعندو، وانت اولا انت ما غتبقايش تبغي تقراي. دونك وغادي تضيعي مستقبلك. من الاول ما عندكم ما ديروا بالمعاشره ديال بحال هاد النوع. ثاني نوع هو داك النوع اللي ممكن الاستاذ يقول ليه شي كلمه ويرد عليها الهضره ويبدا هو الاستاذ كلمه مني كلمه منك. هاد النوع كيقدروا يكونوا شي مرات كيقراو مزيان وباغيين يقراو، ولكن كيكونوا منفعلين شويه. الا قال لهم شي واحد شي كلمه كينوضوا يشدوا فيه، كيتخاصموا مع الاساتذه، كيتخاصموا في الاداره، ديما دايرين المشاكل حتى مع الناس اللي كيقراو معاهم. دونك هاد الناس ديال المشاكل ما عندك ما دير به. النوع بالضبط كيحسب ليه راسو انه عنده شخصيه قويه، وانه الاستاذ انفو قال ليه شي كلمه غادي ينوض يرد عليه. دونك هو راه عنده واحد الشخصيه اللي قويه وان ما كاينش شي واحد بحالو. وكيوليو كاع اللي في القسم كيبقاو يقولوا فلان دار برافو عليه. دونك لا، هاد النوع كيكون قليل الترابي. دونك باش نفرقوا ما بين ان الانسان تكون عنده شخصيه قويه وان الانسان يكون ما مربيش. هاد النوع هذا بالضبط كيكون ما مربيش، واخا يكون الاستاذ حقر عليك لشي درجه كبيره، كتهزي حويجاتك وكتمشي لداركم، كتجيبي ولي الامر ديالك، كتجيبي باباك ماماك، كتجيبي شي حد معاك يدافع عليك اللي غيكون قد الاستاذ في اللاج. ماشي انت تمشي ترد على شي استاذ او شي استاذه اللي كتكون قد ماماك ولا قد باباك واخا يقول اللي قال. ثالث نوع اللي خاصكم تبعدوا منه هو داك النوع اللي فيه الشكوى بزاف، اللي كله طاقه سلبيه، اللي مني كتهضري معاه وهو كيشكي لك وهو كيعطيك الطاقه السلبيه. ما درتش، انا ما فعلتش، انا ما عندي زهر. مني كتجلسي معاه وهو كيشكي ليك وكيعطيك الطاقه السلبيه. هاد النوع بطبيعه الحال ما خصوش يكون في حياتك، ماشي غير في القرايه، في حياتك اون جينيرال. حيت اللي غيعطيك الطاقه السلبيه ما عندك ما ديري به. بكل بساطه غتعطيني طاقه ايجابيه يا غتموتيفيني يا ما عندي ما ندير بك في حياتي. رابع نوع هو داك النوع اللي كيتصاحب معاك على ود مصلحته. هاد النوع في الاول ما كيكونش باين، يعني خصك حتى تعاشريه عاد كتعرفيه. ماشي بحال الانواع الاخرين يعني كيكونوا باينين من الاول مع كتدخلي كيبانوا ليك. هاد النوع هذا في الاول حيت كيكون منافق، كيعرف كيفاش يضحك عليك ويخليك تثقي فيه. اون فوا كتدخلي كتجي كضحك معاك، كتقول لك واش ممكن نكون صاحبتك، هادي انا ما عنديش صحابات، انت غتكوني ماي بيست فريند، وديك الهضره الخاويه. صافي انت كتقولي مع راسك هاد البنت ظريفه بزاف وهذا وهذا وهذا، كتولي صاحبتها. اون فوا كيبداو الفروض كتبدا تقول لك واش حفظتي شي حاجه، واش وجدتي شي حاجه، عافاكي ما تنسينيش في الفرض. اون فوا تسمعي هاد الجمله هادي شي انفو يقرب شي فرد وتجي عندك هاد البنت اللي تعرفتي عليها وتقول لك واش وجدتي شي حاجه للفرد، عرفي شنو كاين، عرفي البلان كيفاش داير. عفاكي ما تنسينيش، سطروا لي على هذا، عفاكي ما تنسينيش. حيت هي ديجا من الاول كتشوفك، يعني مع كتدخلي هي راه كتيستيك، كتشوفك واش كتقراي مزيان، كيفاش كدوي، كتعرف شنو عندك هنا في عقلك. اون فوا كتباني ليها كتقراي مزيان ولا فيك شويه ديال الضو، يعني كتقدري تسلكي راسك، كتجي كتلصق فيك باش تسلكيها حتى هي. دونك وفوقت الامتحانات كتجي عندك وكتقول لك عافاكي ما تنسينيش. دونك راه باينه. هادي الناس غيقولوا لي شنو فيها نوريها. انا وصحاباتي كنتعاونوا، انك تعاوني مع شي حد ما فيها حتى شي باس. ولكن ان بنادم يتنظ فيك، انه هو اصلا ما كتربحي من عنده حتى شي حاجه، ما تزيدي من عنده حتى شي حاجه، غير انت اللي كتعطي. دونك هو ما كيعاونك بوالو وما كتعتبركش صاحبتها. واخا كدير لك ديك الضحكه وانت ماي بيست فريند، هي ما كتعتبرك صاحبتها. دونك هي عارفه ومخططه ان يسالي العام او لا تسالي 3 سنين ديال الليسي، غضرب عليك وغتقول لك الله يعاون، وما عمرك مازال تسمعي من عندها حتى السلام. دونك بطبيعه الحال خاصك تكوني مسمومه مع بحال هاد النوع. اما الا غديري شي صاحبتك اللي غتحطوا الراس على الراس، غتعاونوا مع بعضياتكم، انت تعاونيها في ماده وهي تعاونك في ماده، هذه ما فيها حتى شي مشكل. بالعكس شي حاجه اللي مزيانه انكم تعاونوا، المعاونه شي حاجه اللي مزيانه. ولكن باش انك تبقاي توريها وشتي حتى انني نوريك وما نستافد من عندك والو، ما عنديش مشكل نوريك، غير هو ما تمثليش عليا انك صاحبتي وكتبغيني.
نقدر نوريك انا ما تكوني صاحبتي ما نكون صاحبتك، عطيني غير اتساع نقدر نكمل الامتحان ديالي ونعاونك بشي حاجه، ما فيها والو، ما فيها حتى شي باس. ولكن باش تمثلي لي انك انت صاحبتي وباغا ليا الخير وانت باغا غير مصلحتك، لا سمحي لي، ما بغيتش، بغيت نولي مسمومه. دونك خاصكم تمشيو على هذا المبدا في حياتكم. النوع الاخر ديال الناس اللي ما خصكمش ديروهم صحابكم، دوك الناس اللي ما كيتهلاوش في النظافه الشخصيه ديالهم. البنت اللي ما كتهلاش في النظافه الشخصيه ديالها صار عليك، غتولي انت بحالها الا وليتي صاحبتها، تولي انت ما كتهتميش بالنظافه الشخصيه ديالك. ثاني حاجه هو انك غادي تحطي في مواقف خايبه بزاف، مواقف محرجه. انا وقع لي هذا البلان، كان وقع لي في الباك، غادي نعاود لكم هذه القصه. كنا في السوايع، كان ديك الساعه الوطني ما بقى ليه والو، وكان القسم فريمون عامر. راكم عارفين فاش كيكون قريب الوطني كاع الناس كيدخلوا كيبغيو يديروا السوايع وداكشي، فالقسم كان عامر وكنا حنايا جالسين القدام، انا وثلاثه ديال البنات. كانت فيهم واحد صاحبتي وجوج بنات اللي زعما غير معرفه كنعرفهم، وكنجلسوا مع بعضياتنا كنضحكوا. فهمتوا يعني كنعطيهم صوابهم كيعطيوني صوابي وصافي، ماشي ما بيناتناش ديك العلاقه قويه. وهكا في السوايع فاش كنتلاقى كيشدوا لي بلاصه حداهم، كيعيطوا عليا شيماء اجي جلسي حدانا، ولا انا كنقول لهم اجوا جلسوا حدايا. المهم بيناتنا واحد العلاقه وهما ماشي من داك النوع اللي ما كيتهلاوش في النظافه الشخصيه ديالهم، بالعكس نقيات بزاف. ولكن داك النهار حدا فيهم ما عرفتش صراحه شنو كان واقع ليها، اصلا كان الصهد داك النهار، دونك كانت فيها ريحه العرق. وكانوا شي بنات ورانا. واحد اللقطه البنت قالت للاستاذ عافاك استاذ بغيت نرجع للور. قال لها علاش؟ قالت لي استاذ ريحه العرق خنقاتني، ما قداش نجلس هنا، بغيت نرجع للور 11 رجل. تخيلوا معايا وشكون جالس قدامها؟ انا ودوك البنات. دونك كلشي بقى كيشوف جهتنا، ما عارفينش الا وحده. بغيت نقول لهم عافاكم راه ماشي انا اللي فيا عافاكم راه ماشي انا اللي فيا الريحه، ولكن ديك اللحظه فريمون كتحرجي، كتحطي في واحد الموقف اللي خايب بزاف. فريمون ما عجبنيش الحال، ما عجبنيش التصرف ديال البنت بديك الطريقه. كانت تقدر تقول استاذ عافاك تخنقت بغيت نرجع للور، بلا ما تقول علاش بغات ترجع للور. هي قالت لي استاذ راه ريحه العرق بحال هكا، وكتشير على القدام اللي حنا جالسين فيه. دونك كلشي بقى كيشوف فينا حنايا. البنت تحرجات بزاف، البنت فريمون وجهها لونو تبدل وكنبقى فيها الحال. حنا اللي ما فينا لا ريحه لا والو وتحرجنا. دونك فما بالك هي كانت حطات في واحد الموقف خايب، وحتى حنايا تحطينا معاها في موقف خايب بزاف، موقف لا يحسد عليه. هادشي علاش كنقول لكم البنات اللي ما كيتهلاوش في النظافه الشخصيه ديالهم ما عندكم ما ديروا بهم. هاد البنات انا اللي كنهضر لكم عليهم راه نقيات، الناس فريمون نقيات بزاف. وغير هذاك النهار ما عرفت شنو كان واقع للبنت وجات بديك الريحه. دونك وتحطينا كاملين في موقف لا يحسد عليه. دونك من الاحسن الا بغيتي ديري صاحبتك وعارفاها ما كتهلاش في راسها، ما كتهلاش في النظافه الشخصيه ديالها، تقدري تجلسي معاها فلانه غير بطريقه زوينه توصلي ليها المعلومه. فلانه حاولي انك تبقاي تهلاي في راسك، خدي هاد الديودورون راه كيدير غير ب 20 درهم. كاين واحد النوع كيقول لك الله يحسن العوان، ماشي كلشي عنده باش يتهلا في راسو، سمحي لي، ولكن النظافه الشخصيه ما عندها حتى شي علاقه بيكون عندك الفلوس ولا ما يكونوش عندك. تقدري تهلاي في راسك غير بصابونه الحجره اللي كدير 5 دراهم ولا 10 دراهم، ما عرفت الصراحه شحال كدير، ولكن صابونه الحجره حنا كاملين عارفين انها رخيصه. تقدري تغسلي وجهك، تقدري تغسلي لو كور ديالك. ديودورون كدير غير 20 درهم. واحد البوماده ديال العرق كنت ديجا بارطاجيتها معكم شحال هذه، كدير 35 درهم، كتدي مده طويله، كدير لك 6 شهور حتى 7 شهور، كدير غير ب 35 درهم، كتحيد ريحه العرق، كتنسي شي حاجه سميتها ريحه العرق. دونك بحال هاد اللعيبات اللي بهاد الاثمنه اللي هما رمزيين، حاولوا انكم تاخذوهم. نظافه ما عندها حتى شي علاقه بانهم يكون عندك الفلوس وتاخدي دي برودوي غاليين، غير دي برودوي رخاص تقدري تهلاي في راسك انك تبقاي تبدلي حويجاتك. الناس اللي غيقولوا لي الله يحسن العوان ما كاينش الانسان ما عندوش بزاف ديال الحوايج اللي يبقى يبدل ويلبس كل نهار لبسه في شكل، ماشي بالضروري انك تلبسي كل نهار لبسه في شكل، ولكن غير انك فاش تجي من المدرسه حيدي لبسي بيجامتك، حيدي دوك الحوايج دغيا صبريهم بحال هكا غير بيديك، تحيد منهم ديك الريحه ونشريهم ينشفوا باش تلقاهم الغد لي تلبسيهم. ولكن باش انك تخلي الحوايج بديك الريحه تخليهم تجمعهم وتلوحيهم والغد لي تعاودي تلبسيهم وتمشي بهم للمدرسه، هذا الشيء ما زوينش في حقك انت كبنت، يعني ابار صحاباتك وداكشي. النوع اللي اكثر الانواع ما كنحملش، اللي ما عندك ما ديري به، هذا بالضبط ما عندك ما ديري به. اين فوا تشوفي شي بنت بحال هكا هربي. هاد البنت هادي كتخليك هي راه صاحبتك وحبيبتك وكل شيء، وان فوا توقفي مع البنات اخرين اولا مع شي دراري اولا ما نعرف مع من، كتولي تجبد لك العيوب اللي كاينين فيك واللي ما كاينينش. فلانه مالك غلاضيتي، فلانه ولي عندك لسان بزاف، واش ما كتنعسيش، ولي صاحبتي مال شعرك مزيات، واش ما كتغسليش، واش ما عندكش الشامبوان في داركم. بينك وبينها الضحك والتقشاب وما كاينش هادشي. ان فوا توقف مع بنات اخرين اولا مع دراري اخرين وتكوني انت واقفه معاها وتبدا تجبد لك في العيوب باش هي تبان احسن منك. هذا هو الهدف ديالها، باش هي تبان انها زوينه عليك وانها احسن منك، وانت تخليك تحرجي قدام هذوك الناس.
دونك هاد النوع ما عندك ما ديري به. دونك البنات اللي بحال هكا كتبان لك من بعيد كيفاش دايره، يعني من الاول انت كتختاري بغيتي تعاشريها غتعيشي في هاد الشيء، بغيتي تبعدي منها راكي غادي تكوني ترونكيل ومرتاحه. دونك كان هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار، كنتمنى نكون فدتكم. غادي نقول لكم ثانك يو فور واتشين ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.